السلام عليكم. معكم قناة حكاياتي. نهار جديد، واليوم غادي يكون الجزء الثاني ديال القصة ديال سناء ويونس. خلينا في الحلقة اللي فاتت فاش كان يونس قال لسناء باش يمشيو يسكنوا في شي مدينة واحدة أخرى من غير أكادير. نخليكم مع الجزء الثاني ديال القصة من بعد هذا الانترو. اش غادي نقول لكم، هادشي جاني في شكل وصعيب. خديت الوقت الكافي باش نفكر. بغيت نمشي انا ويونس ونخويو اكادير، ولكن في نفس الوقت كانت الصورة ديال ماما ديما قدامي. تفكيري وبالي كان ديما معاها، كيفاش غادي نقدر نتفارق عليها ونسبح فيها بوحدها. هنا بقات لا مع الزمان، ولكن ما عندي ما ندير، حيت ما قدرتش نخلي يونس. واكيد ماما كانت ناويه تجيبها عندي فين غادي نسكن من اللي تحسن وتيسر الامور ديالنا. المهم عيطت ليونس وقلت ليه باللي موافقه باش تخوي اكادير. يونس كان فرحان بزاف وقال لي باش نجمع حوايجي ونتلاقاو في شي بلاصه بجوج. ما علينا، شداتني الخلعه بزاف، ولكن هادشي اللي خاصو يكون. ما علينا، ضربت الوحده ديال الليل، لبست حوايج، هزيت صاكي، ولكن قبل ما نخرج دخلت للبيت عند ماما. لقيتها ناعسه، بست ليها راسها والدموع في عيني. ما سخيتش بيها، ما كراش نصارحها ونقول ليها اللي كاين ونعنقها على الجهد ونمشي وتكون راضيه عليا. خرجت من الدار وخاطري دارني. المهم وصلت للبلاصه اللي قال لي يونس، لقيته كيتسنى فيا. سلمت عليه وقلت ليه فين غادي نمشيو دابا يونس. قال لي غادي نمشيو نباتو في شي اوطيل كله بيتو، وغدا ان شاء الله الصباح نتحركوا في حالنا. وفعلا هادشي اللي درنا، بتنا هذيك الليله في الاوطيل وغدت ليه تحركنا في حالنا. شدينا الكار حيت ما يقدرش يونس يدي طوموبيلته، حيت باباه غادي يلقاه. المهم قررنا باش نمشيو لكازا، وتما غادي تكون هي البدايه ديال حياتنا. الطريق كانت شويه طويله، وصلنا لكازا. اش غادي نقول لكم، الصراحه وصلت مسخسخه وعيانه، باغا غير نرتاح. ولكن قبل كان خصني نعيط لماما نسول فيها، واللي غادي تكون كسرات الدنيا بالتقلاب عليا. المهم عيطت لماما، لقيتها حالتها حاله وباينه مقلقه مني. اول كلمه قالت لي سناء فينك؟ كنتمنى ما تكونيش درتي داكشي اللي كيدور في بالي. قلت ليها ماما عافاك، بلا ما تقلقي عليا، ما عندي حتى حل اخر وما غاديش ننساك، حيت من بعد وقت قصير غادي نجي لعندك. ماما بقات كتبكي وباينه بقى فيها الحال. وصيتها باش ترد البال لراسها وقطعت التليفون. بقينا ندورو انا ويونس ونقلبوا على شي بلاصه اللي نقدروا نستقروا فيها. بين ما جمعنا راسنا لقينا واحد البارطمه وكريناها، ومن ورا ما اتفقنا مع مولاها جا عندي يونس قال لي سناء مازال حاجه وحده خاصنا نديروها باش ربي يسهل علينا. قلت ليه شنو هي؟ قال لي هي نمشيو عند العدول ونتكاتبوا باش تولي مرتي. فرحت بزاف، واخا كنت باغا امور تكون احسن من هكا، وحتى انا ملي نبغي نتزوج تكون ماما حدايا وندير شي عراسيه ونفرح براسي، ولكن كله كيتصرف مكتاب، ما عندي ما ندير. ما علينا، جمعنا الوراق اللي خاصنا ومشينا عند العدول، ومن بعد سيمانه غادي نضربوا العقد. الصراحه بقى داني فرحه. عيطت لماما وقلت ليها اللي كاين. فرحات لي حتى هي وكانت باغا تكون معايا، ولكن الغالب الله. المهم ضربنا العقد وتزوجنا وولينا عايشين بجوج، وكنحاولوا نوقفوا على رجلينا.
يونس دار واحد المشروع صغير بشويه ديال الفلوس اللي كان عطاتهم ليه ماما، ومن داك المشروع ديال البيع والشراء باش عايشين، وكنا مفاهمين بزاف. ويونس الصراحه كان ولد الناس وطلع راجل، حيت ماشي بالساهل تكون في المستوى اللي عالي واللي بغيتيها تحضر ومفشش، ومن بعد تولي الريال اللي دخلتيه كتكون كضرب عليه تماره وعارف بحقه. الوالدين ديال يونس عمرهم حاولوا يعيطوا له ولا يعيطوا عليه ولا يسولوا فيه، عادي، حيت اصلا كانوا متكبرين بزاف الارض وما هزاهم بكثره التكبر اللي فيهم. وكان يونس ديما بالو مشطون وكيقول دابا يسولوا فيا، واخا كاع ما كان كيبين كنت حاسه به. كنت شحال من مره حتى كيبغي يعيط ليهم ولكن ما كيقدرش. وواحد النهار حسيت به مبدل وعرفت غادي يكون المشكل هو توحش دارهم. جبت ليه التليفون وقلت ليه عيط واخا غير ماماك. قال بلي ما يقدرش يهضر معاها. قلت ليه بلا ما تهضر غير سمع صوتها وبركه من هادشي. المهم دار داكشي اللي قلت ليه وعيط لماما. داز الخط. ماما قالت الو شكون معايا، ومن بعد قطع التليفون. حسيت بالحزن في عينيه. قلت ليه يونس علاش ما تمشيش تشوف والديك وترجع؟ قال لي لا ما نقدرش، حيت الا وصلت لتما بابا غادي يدير المستحيل باش يحبسني وما نبقاش نرجع. وصافي خليته على خاطره. دازت واحد المده ديال شهر حتى لواحد النهار مشيت عند يونس المحل اللي دارو، وبقيت العشيه كامله في المحل. ومن بعد شي واحد عيط ليونس على قبل شي سلعه غادي توصلوا، ويونس خاصو يمشي يتلاقاه. وبقيت انا اللي مقابله ليه المحل حتى ضربت 9 ديال الليل ويونس مازال ما جا. عيطت ليه قال لي باللي راه جاي في الطريق. المهم نط باش نسد المحل ونمشي في حالي للدار باش يلا نوجد العشاء. حتى وقفوا عليا 2 رجال. اش غادي نقول لكم، من وجههم كيخلعوا. وقلت لهم اش حب الخاطر سيدي. قالوا لي كاين يونس. قلت لهم لا. شويه دخل راجل ثالث. اش غادي نقول لكم، هبط لي الماء في ركابي ملي شفتو. عرفتو شكون؟ ايه بابات يونس. صافي القناعه هي الاخر علينا. قال لي ياك علمتك تبعد على يونس وبقيتي لاصقه فيه. اشنو على ود فلوسو؟ قلت ليه باللي كنبغي ولدو وعمر فلوسو وفلوسك انت كيهموني. باغا غير يونس. بقى كيضحك ويستهزأ بيا شويه وهو يقول دوك الرجال هزوها. بقيت كنغوت ما تقربش ليا بعد مني حتى عطاني واحد فيهم تصرفيقه تحت الارض ودخت. ما غادي نفيق ونعقل على راسي حتى غادي نلقى راسي كاينه في واحد الديبو ومربوطين ليا يدي ورجلي. حاولت باش نطلق داك الشيء ولكن ما قدرتش. واحد الوقيته هو يدخل بابات يونس. قلت ليه اطلق مني اش بغيتيني؟ جاوبني وهو كيضحك. ياك كنت قلت ليك بعدي على يونس ولكن ما سمعتيش ليا، وباش كملتيها كليتي ليه دماغو وهربتو من اكادير. ياك ما نسيتي؟ واخا تخباو تحت الارض غادي نلقاكم. اش غادي نقول لكم، الشر كان باين في عينيه وباينه بلي هادشي ما غاديش يخرج على خير. يونس باينه غادي يكون تخلع عليا ولكن ما خصوش يجي لهنا ويتلاقى مع باباه حيت غادي يدير فيه شي حاجه ما هياش. تليفون في ساكي بقى غير كيصوني حدايا ولكن ما كنتش نقدر نوصل ليه حيت يدي ورجلي مربوطين. بقيت كنغوت ولكن حتى واحد ما سمع ليا. ديبو خارج للمدينه بزاف. دوزت شي يومين وانا تما. يونس عيا بالتقلاب عليا وما قدرش يقول لماما حيت غادي تخلع عليا. كان متاكد بلي طاريه ليا شي حاجه حيت ما يمكنش نمشي ونخلي المحل محلول هكاك. وجا عندي باباش يونس شحال من مره وكيقول لي غادي نعطيك التليفون وتعيط ليونس يجي لهنا.
وانا كنت مقصح راسي بزاف، وفين ما كنبغيش كان كيعطيني قتله ديال العصا. دازو عليا دوك الايامات بحال الا في جهنم. النهار اللي غادي توقع فيه المصيبه، دخل بابا يونس فين كاينه انا وجا عندي قال لي يلا ها بنتي صافي غير سيري عند يونس، عرفت راسي قصحت معاك، ولكن دابا تاكدت بلي كتبغيو بعضياتكم. انا تصدمت فيه، بقيت غا كنشوف، قلت يمكن السيد رطاب قلبو علينا وعرف بلي ما غاديش يقدر يفرقنا وخا يدير اللي دار. المهم زيد ساكي وتميت غادا وهو يقول لي بلاتي. وقفت ودرت لعندو قال لي هادشي يا بنتي بقى بيناتنا بلا ما تزيدي تكرهي ولدي فيا. عينيه كانوا كيبينوا فيهم الحسره وباللي نادم على داكشي اللي دار. صافي مشيت وخرجت من ديك البلاصه، واخيرا قدرت نشم داك الهوا مره اخرى. غادا وانا الضيم طايح عليا، ما عرفاش اش غادي نقول ليونس ولا فين كنت ولا مع من. ما نقدرش نقول ليه باللي باباه اللي دار ليا هادشي، حيت ما بغيتوش يحقد عليه اكثر. المهم غدا في الطريق حتى وقفوا عليا البوليس وطلعوني في الصافيط وانا ما فاهمه والو. كنقول لهم ما درت والو. وصلنا للكوميساريه ودخلنا شويه، قالوا لي باللي لقاو عندي الحشيش في الصاك. المهم تياش هاد المصيبه اللي غادي تغرق فيها. بابا يونس لصق ليا منتيف وباغي يصيفطني للحبس. يونس لحق عليا الكوميساريه وعرف اش طرا ليا. انا تأزمت ما بقيت عارفه والو. ديك الظرافه كامل اللي دارها بابا يونس من ورا ما طلقني، حيت كان عارف باللي غادي يتفك مني من بعد. دوزت حياتي في الحبس وتحكم عليا ب3 سنين ديال الحبس بتهمه حيازه المخدرات. يونس تكرفص معايا ديال بصح في الاول، ما كانش قادر يتفرق عليا. تحكم عليا ب3 سنين. ديك 3 سنين دازت عليا فحال 10 سنين. وبابا يونس خرج بحال الشعره من العجين. وفين ما كنت نذكر سميتو ونقول لهم شكون لصق ليا المنتيف كانوا كيغطيو عليه. صراحه عانيت بزاف، وماما مسكينه برا ما عرفاش حالتها كيف دايره من غير داك التكرفيس اللي مازال فيه. من هنا عرفت باللي ما كاينش اللي كيبغي لك الخير من راسك ووالديك، اما الباقي الا جاتو الفرصه باش يحفر ليك راه يحفر ليك وبالفرحه عليه. كانت هذه هي النهايه ديال القصه ديال سناء ويونس. نتشافوا في شي قصه جديده ان شاء الله.